هاي يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طول عمري مؤمنه اننا كستات اصلا مميزين، واننا مفيش حاجه صعبه علينا ولا في حد اشطر مننا. علشان كده من اول ما بدات معاكم في القناه قررت اننا مش هنعمل اكل عادي، ولا حتى هنعمل اي وصفه والسلام. احنا تحديدا هنعمل مع بعض اكلات المطاعم بكل اسرارها وتركاتها، وكل مره هنروح مع بعض مكان جديد نعرف اسرار اكله من اكلاته. وزي ما اتعودنا بنعمل مع بعض اكلات المطاعم وبنكشف كل اسرارها، النهارده هنكمل مع بعض في سلسله اكلات المطاعم المقاطعه. واكلتنا هي اكله كانت مفضلة عندنا كلنا قبل المقاطعة، وهي ريزو كنتاكي. والنهاردة حصريا والأول مرة هتعرفوا كل أسرار وطريقة وصفة ريزو كنتاكي الأصلية، ومش أي وصفة والسلام. هتعرفوا أسرار ستريبس كنتاكي، ستريبس فراخ ذهبي ومقرمشة من بره وطرية ودايبة من جوه. وأسرار رز الريزو والصوص بتاعه اللي مش هتصدقوا نفسكم ان انتوا طلعتوه في البيت بالظبط زي الجاهز، وبتمن علبة واحدة بس. من هناك انتوا هتعملوا 4 علب في البيت بنفس الشكل والطعم والحجم. ومن النهاردة انتوا مش هتشتروا ريزو كنتاكي من بره تاني ابدا، انتوا هتعملوه في البيت زي الجاهز بالملي، واي حد هياكله عندكم مستحيل يصدق انه معمول في البيت. قبل ما نبدا ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناه وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد، ولو لسه ما اشتركتوش في قناتي التانية هسيب لكم اللينك في الديسكريبشن. ويلا بينا نبدا. طيب هنبدأ بقى في المقادير بتاعتنا، وأول حاجة هنبدأ في الفراخ الستريبس، وعاوزين نص كيلو من صدور الفراخ. واول حاجه عاوزين ندقها على القطاعه بتاعتنا بالشكل ده علشان الانسجه بتاعتها تتفك عن بعضها وتشرب من التتبيله كويس. بعد كده هنبدا نقطعها لقطع ستريبس رفيعه بالشكل ده، ولو في حته طويله ممكن نقسمها على 2. بعد كده هنجهز توابل التتبيله بتاعتنا، واول حاجه عاوزين معلقه كبيره من الملح، معلقه صغيره من الفلفل الاسود، معلقه صغيره من الفلفل الابيض، ومعلقه صغيره من الكرفس المجفف، معلقه كبيره من الكاري، ومعلقه كبيره من البابريكا المدخنه، ومعلقه كبيره من الجنزبيل والثوم الباودر والبصل الباودر. وفي اي بولة عندنا بقى هننزل بالتوابل دي وعليهم لتر من المية الباردة وهنقلب. بعد كده هننزل فيهم بالفراخ بتاعتنا وهنسيبها منقوعة في التتبيلة دي لحد تاني يوم في التلاجة. وده كده شكل الفراخ بتاعتنا بعد ما باتت في التتبيلة ليلة كاملة. هنطلعها منها وهنسيبها تتصفى على جنب. وعلى ما الفراخ بتاعتنا تتصفى من التتبيلة هنبدأ نجهز الرز بتاعنا. وأول حاجة عاوزين كوبايتين من الرز المصري العادي جدا، وطبعا هنغسله كويس. وللتوابل عاوزين معلقة صغيرة من الملح، معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، معلقة كبيرة من الكاري، ومكعب من المرقة. وعاوزة أقول لكم إن انتوا ممكن تحطوا مكعبين كمان مش مكعب واحد، لأن طعم المرقة الصناعي هو أكتر طعم بيكون غالب في طعم الريزو، بس هي طبعا مش أكتر حاجة صحية، وعندي في البيت مش بيحبوها نهائي، فأنا هكتفي بمكعب واحد. بس لو انتوا عاوزين توصلوا للطعم المظبوط قوي حطوا مكعبين مرقة. وفي الحلة بتاعتنا على النار هننزل بربع كوباية زيت، وأول ما الزيت يسخن هننزل بالتوابل بتاعتنا وهنقلب لحد ما مكعب المرقة يدوب. وأول ما ريحة المرقة والكاري تطلع هننزل عليهم بالرز وهنقلب لحد ما كل حبيبات الرز تتغلف كويس قوي بالزيت. بعد كده هنسقي الرز بتاعنا بالمية المغلية طبعا، ولكل كوباية رز هتاخد كوباية وربع من المية. بعدين بقى هنغطيه وهنسيبه حوالي 10 دقايق تقريبا لحد ما يتشرب. وبس كده، ده شكله بعد ال10 دقايق، وخلاص كده الرز بتاعنا خلاص جاهز ومفلفل وبيلمع وخطير. بعد كده بقى هنكمل الفراخ بتاعتنا وهنجهز مكونات الكفر. والكفر الفراخ عاوزين 4 كوبايات من الدقيق، كوباية ونص من النشا. وللتوابل عاوزين معلقة كبيرة من الملح، الفلفل الأسود، الفلفل الأبيض، والثوم الباودر والبصل الباودر والكاري والبابريكا.
وفي أي بولة بقى هننزل بالدقيق والنشا وعليهم التوابل وهنخلطهم مع بعض كويس. بعدين هناخد تلت كمية الدقيق والنشا دي بس وهننزل عليهم بالمية تدريجي لحد ما نوصل لعجينة سميكة شوية بالشكل ده. وأول حاجة بقى هننزل بقطع الفراخ بتاعتنا في العجينة دي وهنغلفها بيها كويس قوي. بعد كده بقى هنمسك قطعة قطعة وهننزل بيها في باقي كمية الدقيق والنشا وهنغطيها كويس قوي في الخليط ده، وعاوزين نمسك قطعة قطعة ونبدأ نخبطها لتحت بالشكل ده علشان يتعمل فيها التعريجات والكرمشة دي اللي بتكون موجودة في ستريبس كنتاكي. وبس كده هنكمل الكمية بتاعتنا كلها بنفس الطريقة وشكلهم تحفة من قبل ما يستووا. وللتسوية بقى في الطاسة بتاعتنا على النار هننزل بزيت غزير، واول ما الزيت بتاعنا يسخن كويس قوي هننزل بالفراخ بتاعتنا. فاول ما بننزل بالفراخ بتاعتنا عاوزين الزيت يكون سخن قوي، بس بعد اول دقيقتين عاوزين نوطي النار شوية ونكمل تسوية على نار متوسطة علشان الفراخ بتاعتنا تاخد لون ذهبي موحد، ما تلاقوش حتة غامقة وحتة فاتحة. وهما بالظبط 5 دقايق وهنقلبهم على الناحية التانية ونديهم 5 دقايق كمان. وكده الفراخ اخدت اللون الذهبي المظبوط قوي اللي احنا عاوزينه وهنطلعها. ويفضل طبعا لو عندنا شبكة نطلعها عليها اكتر بكتير من بكر المطبخ علشان تفضل مقرمشة والكفر بتاعها من بره ما يطراش. وبس كده ستريبس كنتاكي خلاص جاهزة ومستحيل تفرقوها عن الجاهزة. بعد كده بقى هنبدأ نجهز اخر حاجة وهي صوص الريزو. واول حاجة عاوزين 3 معالق كبار من الكاتشب، معلقة كبيرة من صوص الباربيكيو، معلقتين كبار من العسل الابيض، ومعلقة كبيرة من الخل. وللتوابل بقى عاوزين معلقة صغيرة من التوم الباودر والبصل الباودر والبابريكا. وفي اي بولة بقى هننزل بكل المكونات دي وهنخلطهم مع بعض كويس قوي. وبس كده صوص ريزو كنتاكي الخطير بتاعنا خلاص جاهز. وهنبدأ بقى نجهز علبة الريزو. واول حاجة هننزل بالرز وعليه قطع الستريبس، بعد كده هننزل عليه بصوص الريزو الخطير بتاعنا. وبس كده قطع علبة ريزو على طريقة كنتاكي خلاص جاهزة. واخيرا جينا لاكتر جزء انا بحبه في اي فيديو وهو ان انا ادوق. جماعة عاوزة اقول لكم ان بجد النتيجة مبهرة بشكل غير عادي. انتوا شخصيا هتنبهروا لما تلاقوا انكم اخيرا طلعتوا ريزو كنتاكي في البيت بالظبط، وبتمن علبة واحدة بس. من هناك انتوا هتعملوا 4 علب في البيت بنفس الشكل والطعم والحجم. ومن النهاردة انتوا مش هتشتروا ريزو كنتاكي من بره تاني ابدا، انتوا هتعملوه في البيت زي الجاهز بالملي، واي حد هياكله عندكم مستحيل يصدق انه معمول في البيت. اتمنى اكون عرفتكم كل اللي انتم محتاجين تعرفوه، ولو لسه عندكم اسئله ممكن تسالوني في الكومنتات وهرد عليكم. ولو حابين اروح مطعم معين واجيب لكم اسرار اكله معينه اكتبوا لي في الكومنتات، والانتاج هيراجع كل كومنتاتكم وهروحه في اقرب وقت ممكن. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير مع اصحابكم، وهستنى رايكم في الكومنتات.